بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ عايزاكم بقى تشوفوا الفيديو ده وتعيشوا معايا في مطبخي. انا عملته بالصوت مع الفيديو وهو شغال من جوه المطبخ عشان تتابعي معايا خطوة بخطوة انا عملت ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة مصرية أصيلة، أكلة كده من اللي لما بتاكلوها في مطعم من المطاعم المحترمة اللي بتعمل أكل مصري أصيل بتدفعوا فيها مبالغ كده، تمام، يعني مبالغ عالية، ومش بتاخدوا الكميات اللي احنا هنعملها. طبعا النهاردة احنا هنعمل أكلة اللي بيقولوا عليها ايه، بترم العظم. هنعمل كوارع مع ورق العنب. عايزاكي بقى تاخدي نفس طويل كده وتكملي معايا، علشان الفيديو كل جزء فيه هيبقى فيه حاجات وتريكات حلوه قوي هتخليكي تتميزي باكلك، ولو عندك عزومه بجد يعني الكل هينبهر من الاكل اللي انت عاملاه. بصي يا ستي، الكوارع عشان تعمليها انت مش محتاجه ان انت تعملي حاجات غريبه او يعني تكلفي نفسك حاجات ما تقدريش تعمليها وكلام زي كده. احنا الكوارع بتاعتنا بنجيبها بنغسلها. اولا لما تيجي تجيبي كوارع تقولي للجزار انا عايزه كارع جاموسي امامي. بصي بتبقى كده، يعني هي متقطعه قطع، بتبقى ما شاء الله نظيفه وحلوه كده. لو ما لقيتيهاش نظيفه ومليانه كده ما تشتريهاش، انت هتدفعي فيها فلوس، يبقى اشتري اللي يعجبك. بصي ما شاء الله ما شاء الله الكارع زي الفل. انا قايله له كارع جاموسي امامي. بمسكه اغسله كويس قوي وبنقعه شويه في ليمون وخل وايه، ومبقاش فيه اي زفاره خالص. طالما الذبيحه كويسه وانتي غسلتي حاجتك كويس مبقاش فيها اي زفاره. بجيب ميه بتغلي على النار، بحط فيها بصل وطماطم متقطعين بالشكل اللي انت شفتيه ده، وببدا يا ستي ان انا اسقط الكوارع بتاعتي. الميه دي بتغلي بس انا مهديه لها النار. ببدا ان انا اسقط الكوارع بتاعتي. طبعا لما ببقى جايبه من جزار الذبايح بتاعته صغيره الكارع ده ما بيغيبش على النار، لكن لما بتبقى ذبيحه كبيره الكارع ده انت ممكن تباتي جنبه على النار. طبعا لو عندك حله ضغط هتحطي في الحله الضغط. انا عندي حله ضغط بس انا ما رضيتش احط فيها عشان ما تفتكروش ان هي حاجه اساسيه وان انا لازم يبقى عندي حله ضغط عشان اعرف اعمل كوارع. لا لا لا، الموضوع اسهل وابسط من كده خالص. طيب انا دلوقتي حطيت الكوارع بتاعتي، المفروض ان انا بحط معاها توابل ايه؟ بحط معاها ورق لورا، بحط معاها حبهان، بحط معاها شويه فلفل اسود، بس كده. انا ما بكترش لها توابل والملح. انا مش عايزه اكتر من كده مع الكوارع. وادي الفلفل الاسود، الحبهان. انا عندي الحبهان مطحون عادي، انا بحطه مطحون. لو عندك حبهان حصى بتحطي 3 4 وحدات. حبهان مطحون بتحطي نطره صغننه كده وبتغطي عليها وبتسيبيها بقى زي ما بيقولوا كده ايه، تاخد وتدي مع نفسها. هنغطيها ونسيبها. تخيلي بقى هو ده كل الموضوع. انا شويه كده وهحط لها الملح وخلاص على كده. تاخد وتدي مع نفسها لحد لما تستوي وتلاقي الكوارع بتاعتك دي بقت دايبه خالص. طبعا هنمشي مع بعض في الفيديو واحده واحده وهنشوف كل خطوه مع بعض هتبقى الكوارع عامله ازاي، وهنشوف هنعمل مع بعض ورق العنب ازاي، وهقول لك على تركات في ورق العنب هتخليه روعه. بصوا ده ورق العنب اللي خزناه سوا في الفيديو. انا طلعته من بدري من الفريزر علشان ابدا اسلقه واعمل بيه محشي ورق العنب. وعلى فكره انا ما نزلتش اجيب طازه، وقصدت ان انا اعمل من اللي احنا كنا مخزنينه عشان اوريه لكم. بصوا يا جماعه، هو بيطلع من الفريزر بيبقى كانه طازه اهو. بصي يا ستي، ادي ورق العنب بتاعي اهو اهو. بصي ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده اهو. هاخده بقى اسلقه في ميه بتغلي على النار. هياخد يعني ايه غلوتين 3 كده. مش ان انتي تحطي وتشيلي على طول، لا، اديله غلوتين 3 على النار. بصي الكوارع بتاعتي بتغلي اهي، هديت لها النار وسبتها كده ايه تقول مع نفسها. وعلى العين التانية عندي ورق العنب هحطه بقى علشان يغلي، عشان يتسلق. الميه دي كانت بتغلي وانا هديت لها النار فرجعت تغلي تاني اهي. بحط ورق العنب كده وابدا بقى انزله بهدوء كده واسيبه بقى بياخد دقيقتين 3 كده. احنا بعد مرور دقيقة تقريبا هنبدأ ان احنا نقلب على الوش التاني كده، ياخد برضو على الوش التاني دقيقة. انا شغلت الستوب واتش يا جماعة على فكرة، وهو فعلا بياخد دقيقة على كل وش تقريبا. ورق العنب بتاعي اهو لما اتسلق هنسيبه بقى يبرد عشان نحشيه. بصي يا ستي، هعمل بقى الخلطة بتاعة المحشي. انا غسلت الرز بتاعي وصفيته كويس قوي تمام. وانا عندي اصلا تسبيكه محشي جاهزه كنت عاملها بالزياده وحطاها في الفريزر اهي. انا بعملها ازاي؟ بحمر بصل على النار، بقطعه في الكبه او ببشره واحمره في شويه زيت وسمنه. لما ياخد اللون الذهبي اكون عامله عصير طماطم في الخلاط انزل عليه. لما يتسبك قطعت معاه شويه خضره وحطيتهم عليه.
تمام. ممكن تحطي الخضره في المرحله دي وممكن ما تحطيهاش. انا بعمل بزياده وبحفظه في الفريزر، لما باجي اعمل تاني باخد منه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. تمام. وخاصه لما تبقى الطماطم في السوق رخيصه وكويسه بستغلها بقى ان انا اعمل تسبيكه المحشي دي واحطها في الثلاجه، بتسد معايا وقت زنقه. طبعا انا الطماطم بتاعتي عليها خضره، بس بحب احط شويه خضره طازه كده عشان ريحه الخضره اللي لسه معموله طازه بيبقى لها ريحه وطعم مختلف تماما. بحط شويه زيت كده صغيرين مش كتير. والسر بتاعي بقى مع ورق العنب دبس الرمان. دبس الرمان يا جماعه ده هينقلهولي في حته تانية خالص. سيبك بقى من قصه الفيديوهات بتاعت البلوجرز اللي بيجوا يغمسوا الورق العنب في البتاع ده، في الدبس الرمان بعد ما يستوي. لا 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 لا، حطيه مع الخلطه بتاعه المحشي وهتدعي لي بجد من قلبك. قصه ان انت تغمسيه من بره ده لما يبقى خلاص مثلا ورق العنب انت جبتيه من حد مثلا او عملتي ونسيتي تحطي دبس رمان، حتى لو انا نسيت احط في الخلطه بحط عليه وهو على النار، صدقيني بيفرق جدا. اما بقى عن التوابل بتاعتي فانا بستخدم ملح وفلفل وشويه سبع بهارات وجنزبيل وقرفه وشويه بابريكا، بس انا مش بحط اكتر من كده لمحشي ورق العنب. وهبدا ان انا اقلب ده كله مع بعضه وهوريكي بقى اما يتقلب هيبقى عامل ازاي. انا قلبت يا ستي خلطه المحشي بتاعتي اهي، ما شاء الله حلوه. هي في الطبيعه كمان لونها احمر عن الفيديو، يعني لونها ما شاء الله ممتاز. انت حسيتي ان لونها مش حلو عايزه تزودي لها صلصه كمان، حسيتي صلصتها خفيفه مفيش مشكله. الطماطم غاليه مثلا وعايزه تعملي شويه طماطم وتحطي معلقه صلصه جاهزه برده مفيش مشكله. بس صدقيني ما تنسيش دبس الرمان، وهتدعي لي هتدعي لي هتدعي لي. اعملي لهم الاكله دي كده في العيد وصدقيني هيدعوا لك هيدعوا لك بجد. لو عندك عزومه اعمليها وتفشخري بجد، بديكي اكله ما حصلتش. انا عندي خضره زياده من اللي انا حطيتها للمحشي. هعمل ايه؟ هجيب كيس تلاجة كده وهحطها في كيس التلاجة وهعينها في الفريزر. لما تطلعيها للاستخدام تطلعيها تحطيها على الحاجه بتاعتك على طول. طبعا هي مش بتبقى حلوه زي الطازه، بس بتسد معاكي في وقت زنقه. ممكن تكوني مزنوقه في شويه خضره ومش عندك، تروحي ماده ايدك في الفريزر مطلعه، بتعينيها زي ما هي كده في الفريزر وتطلعيها على الاستخدام على طول، ما تسيبيهاش تفك. بصي يا ستي، ورق العنب بتاعي لما نضفته بيطلع منه العيدان دي، انا مش برميها، بحطها في كيس برده في الفريزر. لما باجي اعمل ورق العنب بحط منها في ارضيه الحله كده، هو نازل معاه ميه فانا هصفي الميه دي ونرجع تاني. صفيت الميه اللي نزلت اهوت معاه وحطيت ده كده. ده بيحمي لي ورق العنب ان هو ما يتلدعش من تحت، عشان زي ما انت شايفه كده انا بسوي في الاستانلس، وعلى فكره ما شاء الله تسويته رائعه، بس اهم حاجه نوع الاستانلس بتاعك يكون نظيف. ماشي. وكمان بقى ورق العنب بيحب الفلفل الاخضر، بحبه قوي، فانا هقطع فلفل اخضر في الارضيه علشان لما المحشي بتاعي يغلي ريحه الفلفل دي تطلع، بتخلي ريحه ورق العنب خطيره. الناس اللي بتحب الشطه حطوا شويه هريسه شطه على ورق العنب بتخليه تحفه، لكن احنا مش بنحب الشطه يا جماعه، فيعني عذرا لمحب الشطه ان انا ما بحط الشطه في الاكل، ده بيبقى اذواق ودي حاجه اختياريه. الناس اللي بتحب تحط هريسه شطه تبقى تحفه. طيب نفترض ان انت شاريه ورق العنب بتاعك جاهز، مفيش فيه العيدان دي، هتعملي ايه؟ ولا حاجه، هتقطعيه بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل في الارضيه وتشتغلي عادي. كوبايه القهوه بتاعتك معاكي واقعدي بقى احشي يا ستي. هتحشي ازاي؟ هتجيبي الورقه تفرديها كده، الناحيه الخشنه هي اللي ناحيه جوه. انا طبعا بقول كل التفاصيل اللي ما عملش قبل كده، او لو لسه عروسه جديده او بنوته صغيره تعرفي تعملي. انا حطيت الرز بتاعي اهو، حسيته كتير هشيل منه، حسيته قليل هحط عليه هزود عليه. تمام. بالنسبه بقى للحشو بتاعي، الورقه بتاعتي ببدا ان انا اجيب الحروف بتاعتها كده. في الاول هتحسي الموضوع صعب، بس بعد كده ايدك هتاخد عليه خلاص وهتعمليه بكل سهوله. بصي انا هنا الاحرف كلها كده وتبداي تلفي. الصوت اللي انا كنت بتكلم بيه في الفيديو علشان اسرع معاكي الفيديو واوريلك اكتر وانا بلف الصوابع. انا طبعا بعمل بالراحه جدا عشان اوريكي الطريقه ازاي. حاولي بقى تشدي وانت بتلفي، الموضوع مش صعب يعني. انا غيرت زاويه التصوير وبصور لك بقى عشان اوريكي. اهم حاجه تقفلي الجناب وتقفلي من الناحيه دي والناحيه دي وتلفي كويس، وايدك الاتنين بيضغطوا وانت بتلفي علشان الصباع يطلع ماسك نفسه ما يطلعش مهوي. ولو جزء عندنا في حته ناقصه كده بنرقعه من اي حته مقطوعه من اي ورقه عادي، يعني ما بنرميش ورق، لا احنا بنعدل الورق من بعضه وبيظبط معانا والدنيا بتبقى تمام. لو عندي ورقه عنب كبيره بعمل ايه؟ بقطعها، بس ببدا اقطعها من هنا، من الجزء ده كده، ببدا اقطعها كده اهو. بصوا من الحته دي كده وابدا اقطع، بتتقطع معايا بكل سهوله. انا ببعد ايدي بس عشان ايه؟ تشوفوا انا بقطعها ازاي.
عشان ما تبقاش الورقه كبيره في المحشي. وبحط عليها الرز بتاعي وبحشي عادي اهو. بصوا برضو اقفل من الجنب ده كده والجنب ده والفها بالراحه اهو. وده النص التاني بتاع الورقه اهو، هحشيه برضو عادي اهو. ايدك الاتنين سوا بيضغطوا على المحشية، بيخلوها تتلف كويس وتتقفل كويس، تبقى ماسكه نفسها. نحط الرز اهو. بصي ايديا الاتنين اهو يقفلوا الحرف ده كده، وبعدين نجيب الجنبين دول كده اهو، وبعدين نلف اهو. ده المحشي بتاعي انا حشيت شويه اهو. بصي ما شاء الله. هنا الكوارع بتاعتي بدات تدخل في التسويه اهي. بصي ما شاء الله جميله. انا حطيت الملح وحطيت شويه زنجبيل. شويه زنجبيل مع اي شوربه بيخليها روعه روعه فعلا. هي لونها فاتح عن كده، بس الاضاءه علشان مشغل الفلاش بتاع الموبايل فمديني مخليها مصفره شويه. هي طالعه ما شاء الله جميله. بصي هي لونها من غير الفلاش اهو ما شاء الله روعه. هنا ما شاء الله خلصت كميه المحشي بتاعتي اللهم بارك. اخدت بالظبط ساعه و10 دقايق وانا بحشي براحتي وعلى مهلي الدنيا تمام. حشيت قد ايه؟ تقريبا كيلو رز، ممكن يكون اكتر من كيلو، حاجات بسيطه. هنبدا نرص المحشي بتاعنا في الحله. طب احنا ممكن ما نرصوش، ممكن ما نرصوش. يعني انا المحشي بتاعي ما شاء الله ملفوف كويس جدا، انا ممكن اروح رمياه في الحله وهز الحله كده عليها وخلاص. بس انا برصه عشان ده شيء بيريحني نفسيا، بيديني شكل حلو يعني، عشان ابقى نفسيا كده مرتاحه. لكن انا اقدر امسك الطبق واروح مكباه كده اهو، هيبقى ما شاء الله زي الفل عشان هو ملفوف صح. انت ممكن بقى تقعدي تحشي اصلا والحله جنبك على طول وكل صباع تحشيه تحطيه في الحله مباشره. بحب كمان لما ارص المحشي ارص صف طولي وصف عرضي، ما ارصوش كله نفس الاتجاه. ليه بقى؟ علشان لما اجي اسقيه شوربه، الشوربه تتغلغل بينه وبين بعضه، ما يبقاش كاتم على بعضه، يبقى عكس بعضه، ففي فراغات بينه وبين بعضه ان الشوربه تدخل فيها. تمام. حاول بقى ارصه بالشكل اللي يريحني. الفلفل اللي في الارضيه ده بيديني طعم رائع يا جماعه والله. رصي بقى يا ست الكل زي ما انت عايزه. طبعا تقدري تحشي بتنجان وتحطيه معاه في نفس الحله عادي، بعمله معاه في نفس الحله ما بيقولش لا. احنا اليومين دول يومين البتنجان ويومين ورق العنب، فدول احسن محشي حاليا اهو. هبدا ارص الدور اللي بعده كده عكسه بالعرض، يبقى دور كده ودور كده. رصيت الحله بتاعتي اهي ما شاء الله اللهم بارك، رائعه. هنحطها بقى على النار. بصوا انا بسقي ورق العنب بالشوربه بتاعه الكوارع. بصي بتهزي الحله كده كويس عشان تضمني ان الشوربه دخلت جواها كويس. تجيبي غطا كده وتتكي. بصي الشوربه كده، احنا الشوربه بتاعتنا ما شاء الله تمام اهي. ممكن نسيب الغطا الصغير ده عليها وممكن نشيله، انا عادي يعني، انا الاثنين معايا تمام ما عنديش اي مشكله. وهغطي الحله وهسيبه بقى لما يغلي، ههديله النار واسيبه على نار هاديه لحد ما يستوي. بصي بقى لو انت ما حطيتيش دبس الرمان في الاول او بتحبي ان هو يبقى مزز قوي، تقدري تحطي له في الوقت ده كده شويه دبس رمان مع الشوربه كده، هيشرب منه وهيبقى خطير. المحشي غلي وانا هديت له اهو وهو لسه فيه ميه. شايفين الميه؟ انا هديت له وهو لسه فيه ميه علشان ما يتحرقش معايا ولا يتلسع، وده سر التسويه في الحلل الاستانلس، تهدي وهو لسه فيه الميه بتاعته، ما تستنيش لما ينشف. دي الكوارع بتاعتنا اهي استوت ما شاء الله وبقت دايبه. بصوا انتوا شايفين دايبه خالص اهي ما شاء الله. هنشيلها بقى نسيبها تبرد عشان نقطعها ونشوف بقى هنعملها مع ورق العنب ازاي. انا سبت الكوارع بتاعتي تبرد، وفي الوقت ده عملت عصير طماطم اهوت وصفيته وحطيته على النار يغلي. على ما الكوارع تبرد هنقطعها ونشوحها بقى، وهوريكم هنشوحها ازاي.
بصوا انا المحشي بتاعي بيستوي على نار هاديه خلاص. حطيت بقى شويه سمنه كده في طاسه او في صينيه علشان اعمل التشويحه بتاعت الكوارع. بصوا الكوارع انا قطعتها واستخدمت كيس تحتها على البلانشه علشان خاطر ما تلزقليش البلانشه وتبهدلها. هبدا بقى احط الكوارع بتاعتي دي على السمنه. اسخن بقى السمنه بتاعتي دي كويس، حته سمنه بلدي، حته سمنه نباتي، السمنه اللي عندك استخدميها، طبعا هي البلدي احسن، بس مثلا ما عندكيش الا نباتي استخدميها يا ستي، ولا حاجه تعطلك ولا حاجه توقفك. هنبدا بقى نحط الكوارع بتاعتنا كده، هنديلها بقى ايه تشويحه محترمه. وفي الوقت ده انا مجهزه الثوم بتاعي اهو مفروم جاهز اهو، وحاطه الطماطم بتاعتي اللي انا وريتها لكم بتستوي على النار تاني. الكوارع بتاعتي اخدت تشويح شويه اهو. هبدا بقى احط الثوم عشان الثوم يتشوح هو كمان مع الكوارع. انا لو حطيت الثوم من الاول الثوم هيتحمر والكوارع مش هتبقى لك تتحمر. الثوم تخليه شويه لما الكوارع تاخد تشويحه حلوه كده، الثوم مش بياخد وقت. انا في الوقت ده المحشي بتاعي استوى، هبدا اقلبه في الطبق كده عشان يبرد شويه واحطه في الطواجن عشان اعرف امسكه. الطبق ده كان مطرح الكوارع يا جماعه، فهو مش متوسخ ولا حاجه يعني عادي، هو مطرح الكوارع. حطيت فيه ورق العنب اللي هيتعمل مع الكوارع برده، عادي الدنيا تمام. ودي الحله بتاعتي اهي، شوفيها ما شاء الله مفيش ولا واحده لازقه. ليه؟ عشان تسود صح. الثوم بدا خلاص ياخد لون، ريحته طلعت كده الدنيا تمام كله اهو. شايفين اللون بتاع الثوم؟ عادي الكوارع تلزق في بعضها كده بسبب الماده الجيلاتينيه اللي فيها، مش بالك. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. هنحط شويه ملح وفلفل وبس كده. الطماطم هتاخد تقليبه وهنعمل بقى ايه الطواجن بتاعتنا. اهو بصي الكوارع بتاعتنا اهي، هنستنى عليها. لو وصلتي معايا في الفيديو لحد الوقت ده فانا بشكرك على متابعتك ليا، ولو شايفه ان انا عملت الفيديو بشكل كويس وقدمت فيه كل معلومه بشكل انت استفدتي منه، فيا ريت تعملي شير للفيديو، ما توقفيش الفيديو عندك، يمكن غيرك محتاج معلومه ولو بسيطه من اللي انا قلتها في الفيديو. واتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون صدقه علم عني. سواء بقى طواجن فخار تنفع، طواجن بورسلين تنفع. بصي اللي عندك حطي فيه، عايزه تحطي كله في صينيه وتدخلي على الفرن مفيش اي مشكله، مش هيقولك لا. بصي بقى دي الكوارع بتاعتي اهي ما شاء الله. هبدا بقى ايه احطها على وش الطواجن، هوزعها على وش الطواجن وارجع لكم تاني. دي الطواجن بتاعتي اهي ما شاء الله. بعد ما وزعت عليها الكوارع هبدا بقى ادخلها الفرن. اتفرجي لي بقى كده على جمال الطواجن ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن. تحفه تحفه تحفه. ما تقوليليش بقى لا المطعم الفلاني ولا المطعم العلاني، انتي تقومي تعملي الوصفه دي وتتفشخري وتقولي لهم عندكم في البيت اجدع شيف. يلا انا عايزاكي بقى تعملي الوصفه دي كده وتقولي لي كانت اخبارها ايه معاكي. انا يعني بصراحه من الناس اللي قعدوا سنين مش متخيله الوصفه دي مع بعضها هتبقى ازاي، بس لما عملتها انا ما بقتش اعمل الكوارع على كده اصلا بامانه، يعني انا ما بكدبش عليكم. ليه؟ تحفه تحفه تحفه. تعالي بقى شوفي لي كده جمال الطاجن ده لما نقلبه. هنقلبه ليه؟ علشان يبرد، عشان هو سخن قوي. بصي كده بسم الله، دايب دوب. بصي الجمال، بصي الحلاوه.